إنه معقول يا ملك من حبتين بردقان وحبة ليمون رح نحضر 3 لتر من عصير البردقان؟ أيوة زي ما قرأتوا بالعنوان بالضبط. ومش بس هيك، كمان رح أقولكم كيف ممكن تخزنوه ويجهز معاكم بدقيقة واحدة بس. فأحبائي كالعادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لهذا الفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون حبتين من البردقان وحبة واحدة من الليمون. كل شي عملته اني حطيت البردقان والليمون بالفريزر لمدة 3 ساعات او اكتر، بس مش اقل من هيك لتتفرز عندك حبات البردقان والليمون بشكل كامل. وهلا خلال العمل رح اقول لكم السبب. بقطع حبات البردقان والليمون ليسهل علي فرمهم. شوفوا احبائي، لو كل الوصفة حابين تستخدموها بردقان بدون الليمون، او كل الوصفة حابين تستخدموها ليمون بدون بردقان، برضه بيمشي الحال. ولكن لو استخدمتي ليمون كمية السكر بتضعفيها. يعني مثلا انا للحبتين بردقان وحبة ليمون ضفت كوب واحد من السكر، السكر كان عندي ممتاز. ولكن لو استخدمتي ليمون فقط لحال رح تضاعفي كمية السكر، يعني ما يقارب كوب ونص. بمحضرة الطعام ضفت كمية البردقان وكمية السكر وكم عرق من النعناع الأخضر، بيعطي نكهة بتشهي القلب، أكيد فيك تستغني عنه. هلا أحبائي إحنا البردقان والليمون بنفرزهم من البداية لحتى لما نيجي نخلطه يطلع معنا معجون. لو ما فرزناهم بيطلع معك سائل. أنا بعازل تركيز الليمون والبردقان فما بتركز معي إلا إذا جمدناه. ضفت ما يقارب 100 مل من المي، مش أكتر من هيك، بس لحتى أساعد الخلاط إنه يخلط معي. شوفوا لازم يكون معاكم معجون بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. بهاي المرحلة بتقدروا إنكم تفرزوه. وإيمت ما بدك تجهزيه بس بتضيفي عليه المي. الكمية اللي أعطيتك إياها نص الكمية بتاخد معك لتر ونص من المي. يعني أنا عاملة حبتين بردقان وحبة ليمون بياخدوا معي 3 لتر من المي. يعني أنت لو حبيتي إنك تفرزي كمية أقل، الكمية هاي بتقسميها على 2 بيعمل معك لتر ونص من المي. تمام. ضفت 3 لتر من المي. بهاي المرحلة بحركه كتير منيح وبتركه منقوع ما يقارب نص ساعة لساعة ليتركز معي أكتر. شوفوا أحبائي خلينا نكون متفقين، وخلي لسانك ميزانك. انت ضيفي بالأول 2 لتر من المي ودوقي السكر وجربي كمية صغيرة. لو لقيتي الكمية اللي أنا أعطيتك إياها ممتازة بتمشي بكل الخطوات. لو لقيتي بده مي أقل، لو لقيتي بده سكر أكتر، ممكن تضاعفي. هذا ذوق شخصي. بعد ما نقعته ما يقارب نص ساعة ساعة أكتر كيف ما قلت لكم لحتى تركزت عندي النكهات، بصفيه وبقدمه ويا ريته ألف صحة وهنا. أكيد بتسعدني تعليقاتكم وتعليقاتكم الحلوة، ولكن ولا حدا يكتب لي بالتعليقات إنه بمرمر، لأنه أبدا ما بمرمر. كل القصة وما فيها إنه إحنا بنخلط البردقان والليمون بالقشور، تمام، فبيتركز معنا أكتر. ولحتى تستثني خطوة إنه ممكن يمرمر معاكي، فيك تستغني عن قشور الليمون، برضه بيمشي الحال. وهلأ كالعادة لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، خبروني حتجربوها أو لا.